كان يوم 29 ديسمبر 2005 يبدأ زي أي يوم تاني في عزبة شمس الدين، قرية صغيرة في مركز بني مزار محافظة المنيا. أبو بكر عبد المجيد راجل بسيط بيشتغل في المخبز، قام من النوم يصلي الفجر زي كل يوم، ومشى في الشارع الهادي ناوي يخبط على باب أخوه طه المحامي عشان يصحيه ويروحوا المسجد مع بعض زي ما بيعملوا كل يوم. خبط على الباب مرة، تانية، تالتة، ولا رد. غير معتاد، طه مش بيتأخر، في حاجة غلط. دخل أبو بكر وشاف حاجة غيرت حياته للأبد. في اللحظة دي كانت مصر كلها لسه نايمة، لكن في 3 منازل جنب بعض في عزبة شمس الدين كانت مجزرة بالكامل قد انتهت. 10 أشخاص، رجال، نساء، وأطفال من 3 عائلات مختلفة اتقتلوا كلهم في نفس الليلة. الشرطة وصلت وحاولت تفهم اللي حصل. التقارير الجنائية كشفت إن الجاني استخدم سكاكين حادة جدا، وطريقة القتل كانت موحدة في كل الضحايا. الأكثر إثارة للرعب إن الجاني مش بس قتل، لأ، ده كمان استأصل أعضاء من الضحايا، الكبار والصغار على حد سواء. وكأنه ما كفاش، ترك عند الجثث طيور حمام مسبوحة، حمام ذكور وإناث بشكل متعمد. سؤال واحد كان في دماغ كل المحققين: مين يقدر يعمل ده كله في ليلة واحدة؟ فريق التحقيق واجه من الأول صعوبة غريبة. العائلات ال3 ملهاش عداوات، مفيش ثأر، مفيش خلاف أراضي، مفيش أي سبب تقليدي للقتل في الصعيد. الأسر ال3 ما بينهاش غير حاجة واحدة: الجيرة. الجاني أو الجناه تسللوا للمنازل عن طريق سلم خشبي من الأسطح أو النوافذ، والتوقيت كان قبل الفجر مباشرة، وكل ده حصل في مساحة 2.5 ساعة أو أقل. انتشرت في البلد نظريتان رئيسيتان: الأولى تجارة الأعضاء البشرية، إن الجاني كان محتاج أعضاء معينة لعملية بيع سودة، وإنه على دراية بالعمليات الجراحية. التقرير فعلا أشار إن طريقة الاستئصال تدل على خبرة جراحية ما تتوقعهاش من حد عادي. التانية الجن والسحر الأسود، المنطقة بالقرب من قبور فرعونية، والبعض قال إن الحمام ده رمز القربان لأرواح شريرة. لكن المحققين اتجهوا لحاجة تانية: شاب في القرية اتمسك بأدلة ضده. بعد أيام قليلة من الجريمة، ألقت الشرطة القبض على شاب اسمه محمد عبد اللطيف، 27 سنة، بيعاني من اضطرابات نفسية. قالوا إنهم لقوا فردة حذاء في مسرح الجريمة، واعترف بالتفاصيل، وأطلقوا عليه لقب سفاح بني مزار. البلد كلها اتنفست، القضية اتحلت، والمجرم اتمسك. لكن بعد 3 سنين من التحقيقات جاء الحكم: بريء. المحكمة قالت إن الاعترافات كانت متناقضة مع تقارير الطب النفسي، وقالت إن الحذاء اللي اتلقى في المسرح مقاسه 42 وهو بيلبس مقاس 45، وقالت إن تنفيذ كل عمليات القتل دي في 2.5 ساعة بشخص واحد مستحيل. وكده أسدل الستار، القضية اترفعت ضد مجهول، وسفاح بني مزار الحقيقي لسه حر طليق. طب إيه الاحتمالات الحقيقية؟ الاحتمال الأول: عصابة منظمة. المحكمة نفسها أشارت إن المسألة دي فوق طاقة شخص واحد. الاحتمال التاني: الثأر الصامت. رغم إن الشرطة نفت العداوات، ممكن يكون في سر دفين، وفي الصعيد أحياناً الثأر بيجي بعد سنين وبدون إشارة. الاحتمال الثالث: الرمزية الغامضة، الحمام والأعضاء والطريقة الموحدة. البعض شايف فيها طقوس ليها معنى ديني أو سحري أو حتى نفسي. اللي بيجعل القضية دي فريدة هو إن كل الأدلة بتشير لأكتر من اتجاه في نفس الوقت، وده بالظبط تعريف الجريمة الكاملة. قول لنا رأيك في الكومنتات. أكتر من 20 سنة مرت على مذبحة بني مزار، الضحايا ال10، الجريمة الوحشية، والقاتل الحقيقي. كل ده
لسه معلق في الهواء. القضية اترفعت رسميا ضد مجهول، وفي 2024 أعلن المخرج مجدي الهواري عن مسلسل درامي هيتناول القضية دي. هل الدراما هتوصل لحقيقة ما وصلت لهاش المحاكم؟ السؤال الأهم، مين بيعرف الحقيقة وبيتحمل ثقلها لوحده منذ 20 سنة؟ وانت يا صاحبي، ايه نظريتك؟ اكتب لي في التعليقات، وما تنساش تعمل سبسكرايب.